مول أركان كان الهدف منه إنه يشد الطبقة الراقية من الناس، عشان كده كان بيستهدف في الأول سكان مدينة الشيخ زايد. لكن بسبب تصميماته المودرن والإضاءة الهادية اللي هتحسسك إنك في شوارع باريس، بقت الناس بتجيله من كل مكان. استحالة تروح هناك إلا لما تلاقي معدي من جنبك مشاهير أي مجال. أنا شخصياً عمري ما روحت هناك إلا وشفت على الأقل نجم من كل مجال، ده غير بقى الناس اللي بتعمل مجهود رهيب علشان تعرف تدخل المول. أول لما تدخل أركان هتحس إن أنت مش عايز تخرج منه. لو فضلت هناك بال12 ساعة مستحيل تزهق، علشان هتلاقي متوفر لك كل حاجة انت محتاجها، أكل شرب سينما سوبر ماركت، وكمان هتلاقي مساحة كبيرة تقدر تتمشى فيها براحتك. ده غير اخواتنا العرب والخلايجة اللي بيدرسوا وعايشين في الشيخ زايد يعتبر بايتين في أركان حرفياً، وده بسبب ان أركان عبارة عن مدينة كبيرة موفرة لك كل حاجة تخليك ما تخرجش منها، زي الفندق والجيم وحاجات تانية كتير. أما بالنسبة للناس فتحس ان في بينهم ألفة وان كلهم عارفين بعض، عشان زي ما قلنا في الأول أركان كان بيستهدف الطبقة الراقية من الناس، وبما إن عددهم غالباً مش بيكون كتير فتلاقي كله عارف بعضه، وغالباً طول ما انت هناك هتلاقي كله بيسلم على كله. بس أحلى حاجة بقى إن طول ما انت هناك هتحس إنك قاعد في مكان بره مصر. هتشوف ده في اختيار تفاصيل كل المكان من إضاءة وديكور ومباني. عشان كده تلاقي دايماً اللي رايح أركان ده بيبقى عامل حسابه من بدري ومجهز لبسه ودنيته، علشان يليق على جو المكان والناس اللي هناك. ومش بس كده، ده حتى المطاعم والكافيهات الموجودة هناك من أكبر العلامات التجارية الموجودة في مصر. ده غير إن هما مش بيختاروهم كده وخلاص، دول لازم يبقوا ملتزمين بشروط قاسية جدا بيحددها المول علشان تكون مناسبة مع مستوى الناس اللي بتروح أركان. كل ده بقى كوم، وتجهيزاته لأي مناسبة أو عيد ده كوم تاني خالص. يعني مثلا لو رحت هناك من بداية شهر 12 وشفت تجهيزات رأس السنة هتنبهر بتفاصيل المكان، لدرجة انك ممكن ما تعرفش تتحرك هناك من زحمة الناس اللي بتقف تتصور مع كل حاجة هناك. وطبعا ما نقدرش ننسى دور الأمن في انهم يحافظوا على هدوء المكان وان ما يحصلش هناك اي قلق، علشان الناس اللي بتروح يبقوا قاعدين براحتهم ويحسوا بالأمان أكنهم قاعدين في بيتهم بالظبط. طب اشمعنى يعني أركان؟ مزايد مليانة مولات وكل مول مليان مطاعم وكافيهات. هقولك إن الفكرة في الإدارة واختيار نوعية الناس من الأول. أركان معمول لفئة معينة، الناس المستوى اللي معاها فلوس وعايزة تخرج في مكان شيك تشوف ناس شبهها وتروح آخر اليوم مبسوطة. أركان يعتبر أكبر مشروع استثماري في الشيخ زايد موجود على مساحة 200 فدان، واللي بنته شركة البدر للاستثمار العقاري اللي صاحبها يبقى رجل الأعمال ممدوح بدر الدين، واللي صرف عليها حوالي 2 مليار جنيه علشان يتأكد إنها تطلع بشكل راقي يناسب الطبقة اللي بيستهدفها. مول أركان أو بيت المشاهير زي ما بيتقال عليه يعتبر اتبنى جديد وكمان حصل فيه كذا تعديل، لكن وصل إنه يبقى من أهم الواجهات السياحية الموجودة في مدينة الشيخ زايد كلها. قدر بتصميماته وأجواءه المختلفة يحقق هدفه ويبقى مميز، وخلى أي حد يحس إنه عمل إنجاز عشان بس خرج في أركان.